3 اخوات اغنياء جدا بيكونوا عايزين يتجوزوا الخدامه دي. تعال اقول لكم هما ال3 عايزينها ليه. في يوم موت امهم كل واحد ما كانش زعلان خالص، والاخ الصغير كان بيحاول يقرب من الخدامه وبيديها فلوس عشان يرتبط بيها، فبتضربه بالقلم وبتقول له بدل ما تنزل تقف عايز امك. والاخ الوسط بيكون قاعد في الحمام ولا اكن امه ماتت، فبتروح وبتصحيه وبتقول له انزل عايز امك، وبيرفض انه ينزل اصلا، فبتمسك كابل الكهرباء وبتقول له لو ما قمتش هموتك، وبرضه بيرفض، فبترمي كابل الكهرباء في الميه وبيخاف جدا وبيقوم وهو مرعوب، بس بيشوف انها شالت الفيشه وبيتضايق منها وبيطلع يجري وراها، ولما بتخرج بتقع على الاخ الكبير والاتنين بيكونوا عايزين يضربوها، بس الاخ الكبير بيرميها وبيقول لها انت مطروده من البيت، وبتقول لهم يعني انا غلطان، انا عايزاكم تقفوا في عزا امكم، وبيقول لها انت مالكيش دعوه انت مطروده. فبيجي الاب وهو متضايق من ولاده وبيقول لهم بسبب قسوتكم دي انا هكتب البيت وكل ما املك ليها، وبيمشي وبيتضايقوا جدا لما بيعرفوا. بعد كده كل واحد منهم بيحاولوا انه يقرب منها عشان ياخد منها البيت والفلوس، بس في يوم ابوهم جاب الخدامه واداها ورق وقال لها امضي على الورق عشان تستلمي كل حاجه ليكي، وبعد ما بتمضي بتكتشف ان ده عقد جواز مش بيع ليها، وبتخاف قوي منه، فبيقف قدامه ابنه اللي هو مشلول وبيقول له ما تقربش منها، وابوه بيقول له حتى لو حصل ليه انا هتجوزها. وفي يوم وهي بتغير هدومها بياخد هدومها وبيحطه في فستان الفرح وبيقول لها البسي الفستان ده وانزلي، وبعد ما بتلبسه بتكون مش عايزه تتجوزه، ولما المأذون بيقول له دي شكلها مغصوبه بيضربه بالقلم، فبيجي عياله ال3 وبيعرضوا على الخدامه الجواز، وكل واحد بيقول لها اتجوزيني انا، وبيكونوا مش عايزين ابوهم يتجوزها عشان امهم لسه ميته امبارح وهو عايز يتجوز النهارده، فعياله الاتنين بيشيلوه عشان اخوهم الكبير هو اللي هيتجوزها. لو شايفين انهم عملوا الصح صلى على النبي.